الكرامات، كرامات الأولياء ثابتة بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية المطهرة. في القرآن الكريم ثابتة الكرامة لسيدتنا مريم أم سيدنا عيسى عليه السلام، ما كانت نبية ولا كانت رسولة. قص علينا القرآن الكريم كيف أنه كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، ويتعجب من هذا، أنى لك هذا، مستغرب من هذا الأمر. فهذه كانت كرامة ولا ما كانت كرامة؟ كانت كرامة، أمر خارق للعادة ظهر على يد امرأة صالحة. وكذلك في السنة النبوية هناك كانت كرامات للصحابة، يا سارية الجبل سيدنا عمر رضي الله عنه، ما يخفى على أحد هذا، وفي زمن التابعين وتابع التابعين. إذن الكرامة هي أمر ثابت عندنا عند أهل السنة والجماعة، ومذكورة حتى في كتب العقيدة. ولكن الأمر عندما يربط مع أهل التصوف، هناك من المتصوفة من يفهم أنه الكرامة يجب أن تظهر على يد كل شخص من أهل الصلاح، وظهور هذه الكرامة هي عبارة عن تعاطي ضرب الشيش مثلا أو أكل القزاز أو ما إلى ذلك. هذه أخواني الكرام الأفاضل ما لها علاقة بالكرامة، لأنه الكرامة من علاماتها بأن الولي يستحي منها، أن الولي يستحي من الكرامة كما تستحي المرأة من دم الحيض. فالتباهي بهذه الأشياء هذا خارج عن دائرة التصوف. الولي لا يقاس بخوارق العادات، كما أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لا يقاسون بخوارق العادات والمعجزات. الله تعالى يظهر على يد هذا النبي معجزة والآخر معجزة بما يتناسب مع وقته وزمانه. قد يكون هناك رجل صالح فقير مسكين في المسجد ما يأذي أحد، عند الله تعالى هذا هو أفضل وخير أهل الأرض جميعا. فهذه مو قياس تقيسون بها العالم، والله هذا ضرب درباشة معناته هذا رجل صالح وولي. قد يكون هذا الفعل استدراج، نعم استدراج عندما تظهر خوارق العادات على يد إنسان فاسق. ولذلك فرق مشايخنا علماؤنا بين الكرامة والاستدراج. الكرامة تظهر على يد رجل صالح، والاستدراج يظهر على يد رجل طالح. ورأينا هناك ممن يدعي بهذه الأمور يضرب نفسه بالآلات الحادة، يخرج الصرة مالته، يخرج عورته، إخراج العورة هذا فسق. أو هناك من لا يصلي أصلا، هناك من يشرب الخمر والعياذ بالله تعالى. فإذا التصوف لا يشترط فيه أن تكون فيه كرامة. أعظم كرامة هي أنه هذه الآلة الحادة الدرباشة ما تضرب بها جسمك، تضرب بها نفسك الأمارة بالسوء.